احنا اول حاجة هنجيب فور دايت. هنوصل الدايت بحيث يكونوا الاربعة دايت في مستوى واحد. احنا عارفين ان الجودة طالع من البيت، الموجة بتكون فوق وتحت. لا، وظيفة الدايت بقى ان هو يخليها فوق بس الموجة. نخلص مرحلة اللي هو الدايت هنخش على الريكتيفاير وبعدين هنخش على الريجوليتور. عندنا فور دايت زي ما قلت، لازم الدايت يكونوا في مستوى واحد، يعني اللي هو الدوت في نفس مستوى الدايت اللي قدامه. لاحظت بس الدايت اللي على بعيد خالص ده مش نفس المستوى، انا هخليه في نفس المستوى دلوقتي. بس اول حاجه الدايرتين مثلا اللي قدام دولت يكونوا في نفس مثلا السالب اللي هو مثلا قدام كده، والنت السالب اللي قصاده برضو يكون سالب قدام كده. ونوصل الدايرتين اللي هو الناحيه التانية قصاد دول بعض، لازم يكون السالب اللي قصاد كده نفس قصاد السالب اللي هو الناحيه التانية كده. لو لاحظتوا بقى وبصيتوا للدايت هتلاقوا فيه قطبين سالبين جنب بعض وقطبين موجبين جنب بعض. القطبين الموجبين ده هيكون سالب البطاريه، هنوصل سلك بيه هنوصله بالارضي. والقطبين السلبيين ده هيكون اللي هو ما بين الدايود السالب والدايود السالب، ده هيكون موجب البطاريه، ده هنوصله بقى سلك بقى وموصل بقيه عناصر الدايره. انا دلوقتي بوصل اللي هو ما بين القطبين الموجبين، بوصل سلك ما بينهم بيكون في نفس المستوى وهوصله بالارضي. اوصله بقى باي حته في الارض بقى، يعني اي نقطه توصلها السلك ده هيعرف ده ان هو الارضي. وما نيجي نوصل بقيه العناصر لازم نوصلها مثلا بالموجب والسالب. السالب اللي هو هيكون الارض ده لازم يكون في نفس مستوى الارضي، يعني اعتبرت مثلا النقطه دي هي الارضي. لو لاحظتوا بقى هنا شايفين اللي هو الدايت اللي بعيد خالص، انا قلت اللي هما لازم يكونوا في نفس مستوى بعض، فانا هرجع دلوقتي الدايت يبقى في نفس مستواهم كده. لو لاحظتوا شايفين الرجل اللي انا بشاور عليها دي في نفس مستوى الرجل اللي هو الدايت التانية. احنا اصلا عاوزين نعمل دي سي باور سبلاي. دي سي باور سبلاي يحول تيار متردد البيت اللي هو الاي سي ل 220 فولت، لان انا جايبه ترانسفورمر 220 فولت 12، يعني حول ال 220 فولت بتاع البيت ل 12 فولت. فهو التيار المتردد الموجود في البيت بيكون ده شكله. احنا عاوزين نحوله لتيار مستمر اللي هو زي فاحنا اول حاجه هنعدي عليه، هيعدي على الترانسفورمر اللي هو ال 220 فولت، هيحولهم ل 12 فولت. هيبقى برضو جهد متردد، يعني هو هيبقى يعني هو شكل متردد مثلا وليكن ده كان 220 فولت. بعد ما يعدي على الترانسفورمر هيبقى كده برضو، بس مش 220 فولت، هيبقى 12 فولت. بعد ما يعدي على الترانسفورمر هيعدي على الريكتيفاير. ايه هي الريكتيفاير؟ اسمها ريكتيفاير او بريدج. الريكتيفاير دي بيكون عباره عن فور دايت، بيكون شكلهم كده اللي هو بيكون فور دايت كده. يعني اول ما يجي التيار مثلا يعدي، هيعدي هنا وبعدين مش هيعدي الناحيه دي، وهيعدي كده وهيعدي كده، فهيعمل اول نص موجه. الناحيه التانية بعد ما هو عدى هيعدي كده كده كده، هو بقى هيروح يعدي كده 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 كده، هيعمل برضو تاني نص الموجه وهكذا. فالتيار هيطلع من الريكتيفاير اللي هو الفور بريدج اللي هو الفور دايت اللي احنا لسه عاملينهم دولت، هيطلع شكله كده. يعني هو في الاول كان شكله اي سي، هيطلع كده شكله. بعدين انا هعمله فلتره، احنا عاوزين نحوله للدي سي كده، فهنعمله فلتره. فبعد الفلتره ديت اللي هو الكاباستور المكثف، هو ده المكثف عباره عن 2200 مايكرو فاراد و25 فولت. اللون اللي هو الغامق الرمادي بيكون السالب، واللون اللي هو التاني الاسود بيكون الموجب. بس المكثف عشان بقطبيه، الكبير بيكون الموجب والقصير ده بيكون السالب. وفي مكثفات ما فيهاش قطبيه تركب على طول، فالمكثف هو ده الدور اللي هيقوم بدور الفلتره. بعد المكثف ما يطلع من الفلتره هيكون ده شكله كده. مش دي سي، هو بص يعني شبه كده دي سي. فمين بقى اللي هيخليه الدي سي؟ الريجوليتور. الريجوليتور بيكون عباره عن مثلا 7805، دي معناها ان هو هيطلع جهد موجب. 5 ديت معناها ان هو هيطلع 5 فولت. طب لو كانت 7905، 79 دي معناها ان هو هيطلع جهد سالب، فالخمسة ديت هتطلع سالب 5 فولت. احنا المشروع عاوزين نطلع 12 و5 وسالب 3 و3 وسالب 12 وسالب 5. احنا دلوقتي خلاص حطينا الريكتيفاير اللي هو الفور دايت، هنحط بقى اللي هو الفلتره اللي هو الكاباستور. صحيح الترانسفورمر بيكون في واحد فيهم 220 فولت والتاني بيكون 12 فولت. بيخلوا ال 220 فولت اللي هو الاحمر معناه ان هو دينجرس، يعني ما ينفعش نستخدمه. بنحط فين في الدايره دي ال 220 فولت؟ بتحطه في الاقطاب المختلفه، يعني هنا في سالب وهنا موجب وهنا سالب وهنا موجب. فهنحط بقى الترانسفورمر في الناحيتين دولت اللي هو الجهد 220 فولت اللون الاحمر. وعشان نتاكد بنقيسه بالافو، وهنا سالب هنا اسود واسود ده موجب، وهنا سالب وسالب ده سالب. طالما سالب وسالب فده هيكون موجب البطاريه وده هيكون سالب البطاريه. واخدنا من سالب البطاريه سلك كده للاخر عشان نعرف ان ده الارضي، كده رمزنا ان ده الارضي. بقى اللي هنشتغل عليه اللي هو الموجب. انا هاخد سلك كده من الحته دي. ليه بقى اخد سلك من الحته ديت؟ انا عاوزه اوصل المكثف الكباستور، عشان الكباستور عاوزه احط رجله هنا بالموجب ورجله بالارضي، فرجل الكباستور بصراحه مش هتسيح لي كده، فانا هحط سلك
والسلك دوت ياخد من الموجب كده. فيعني لو حطيت السلك كده ثواني، السلك كده انا وصلته بموجب الدايره، فانا هحط كده في اي حته بحيث ادخل رجلي المكثف مع الموجب لناحيه الارض. فهحطه هنا مثلا كده، وهحط رجلي المكثف كده. هو رجلي مش طايله شويه، المفروض الرجل اللي على الشمال ديت تكون في نفس الجهد الارضي، فانا عشان يعني رجلي مش طايله فانا هخلي الارض هنا، هوديها شويه كده اللي هو الصف الاولاني ده. فكده رجلي المكثف نفس مستوى جهد الارض اللي هي الرجل الثاني. انا بس عاوزين نعرف ان الدايره دي هتشتغل ولا لا، فانا هضيف الليد دوت اسمه ليد بيان، ان هو هينور يعني لو الدايره شغاله وصح وتساس تمام هينور. فانا هحط مقاومه بس عشان يعني الليد يشتغل. المقاومه دي تتوصل بموجب الدايره، فانا وصلت المقاومه هو بموجب الدايره لاي حته في الدايره، ومن نفس المستوى بتاع المقاومه احط الليد البيان الكبير بتاعه ده الموجب والقصير بتاعه ده السالب. هوصل الموجب بناحيه السالب كده اللي هو بالارضي. ثواني بس هحاول اوصلها. فانا هو وصلت الليد رجله قصاد نفس رجل المقاومه، نفس المستوى يعني. والرجل التانية اللي هو السالب القصيره وصلتها بالارضي اللي هو نفس المستوى بتاع المكثف والارض السلك اللي انا كنت عامله. تالت خطوه بعد ما ضفنا الكباستور خلاص اللي هو الفلتر هيخش على الريجوليتور عشان نطلع الدي سي. بنستخدم مع الريجوليتور ده شكل الريجوليتور. انا جايبه ريجوليتور -5 و5 وسالب 3 و12 وسالب 12. ده اسمه مكثف تنعيم، بنستخدمه مع الريجوليتور عشان نطلع بقى الجهد الخارجي خالص بقى اللي هو الدي سي. ده شكل الريجوليتور. المفروض ان هو اول سطر مكتوب عليه 79.05 مع ان هو يطلع -5 فولت. فالرجل اللي على الشمال ديت بتكون الانبوت. عرفت ان هي الانبوت ان هو الريجوليتور بيكون شكله كده ادي اسود، في ابيض من بره كده وفي اسود هنا. فلما نيجي نبص ناحيه الاسود هتلاقي مكتوب كلمه 79.5. فناحيه الشمال اللي هي ناحيه 79.5 ديت بتكون الانبوت، واللي على دوت بيكون الخارج، واللي في النص ده اسمه جي ان دي. احنا بقى هناخد سلك من الجي ان ديت ونوصله بالارضي، ومن الخارج هنحط مكثف تنعيم. تعالوا عشان ما نزنقش الدنيا احنا عاوزين تعالوا ناخد من هنا سلك عشان نبعد شويه كده على الزحمه دي. ناخد سلك من الموجب. عرفنا من الموجب ان احنا موصلين، قلنا السالب مع السالب مع الدايت دوت هيبقى يكون موجب الدايره، واحنا خدنا منه سلك هناك فمعنى كده برضه اسمه موجب الدايره. فانا هاخد سلك الموجب الدايره ديت عشان ابعد شويه بس، هوصله باي حته تاني. فانا اخدت اهو الموجب، هوصل بقى الريجوليتور اللي هو ناحيه الموجب اللي هي الانبوت اللي هي ناحيه حسب ما نحط 78.5 او 78 حاجه هنحطها قصاد السلك اللي هو الموجب بالظبط. يعني اهم حاجه السلك توصل بالانبوت اللي هو الموجب. وبعدين هاخد سلك ارضي هو اتخذت الريجوليتور. هاخد بقى من الخارج بتاع الريجوليتور هحط مكثف تنعيم. هحط مكثف التنعيم دوت ناحيه الخارج، هبدا من الخارج. المفروض ان انا اوصله بالارضي، يعني اما هجيب سلك اوصل بيه سلك التنعيم دوت بالارضي، يا اما اصلا غير الوصله ديت وبدل الوصله بتاعه الموجب انقلها ناحيه ناحيه الارض كده شويه، واوصل رجلي على طول اللي هو مكثف التنعيم ده بالارض على طول. انا هعملها بعدين يعني. عاوزه اوصل الريجوليتور تاني يطلع 12 فولت. فانا هاخد الريجوليتور ده في اي حته. انا كده غيرت توصيلات تاني. هاخده في اي حته وهوصل معاه اللي هو من ناحيه الخارج بتاع الريجوليتور الاولاني هوصل سلكه من الخارج للدخل بتاع الريجوليتور الاولاني دوت، وهوصل برضو من الريجوليتور التاني. لازم مع كل ريجوليتور هستخدم مكثف تنعيم، واستخدم مكثف تنعيم يطلع من ناحيه الخارج، ومن ناحيه الخارج يوصل الارضي. لو مش عارفه اوصله بالارضي هجيب سلكه اوصل من ناحيه اللي هو الخارج بتاع المكثف التنعيم من ناحيه الارضي على طول. عشان موجب البطاريه مش ده موجب وده موجب، هاخد من هنا موجب البطاريه اوصله مثلا باي حته كده عشان تبقى الموجب. وبعدين ده ريجوليتور 78 12 فولت، وانا هوصله بناحيه الموجب، لازم يكون قصاد الموجب. ومن بعد الريجوليتور هحط مكثف تنعيم. معلش بقى المكثف التنعيم ده ما هيتوصل على طول بالسالب على طول عشان مش معايا اسلاك، هوصله على طول بالجهد الارضي على طول. يعني كده هاخد من اللي هو من الخارج بتاعه لحد اللي هو الخارج، من الخارج بتاع الريجوليتور لحد الارض. اخدت اهوت وصلت اللي هو بقى مكثف التنعيم بالارضي، واخدت اللي هو في النص سلك ما بين الجي ان دي وصلته بالارضي برضو.
طب انا دلوقتي عاوزه ادخل مكثف 12 فولت. ادخل مكثف 12 فولت لازم يكون على نفس المستوى بتاع الريجليتور دوت. وهاخد من الخارج بتاع الريجليتور الاولاني، وهاخد سلك من خارج الريجليتور الاولاني هوصله بالداخل الريجليتور التاني، وهاخد مكثف تنعيم من الخارج بتاع الريجليتور هوصله بالارض على طول عشان انا مش اسلاك بس اوصل معاه، وادي وصلته. وبعدين هاخد بقى من الجي ان دي اللي هو السلك النص بتاع الريجليتور دوت، هاخد من نفس المستوى بتاعه احط سلك واوصلها بالارض. هاخد سلك كده هوصليه برضو بالارضي، فاخدت من اللي هو من الجي ان دي في النص ريجليتور لحد الارضي، ومن مكثف التنعيم الخارجي بتاعته واخدته الارضي.